فاليريا ماركيز صفوها لها على المباشر وهي حالة لايف تيك توك وكل شي شاف الواقعة. اجي نعاود لكم شنو واقع. فاليريا 23 عام، تيك توكر انفلونسر، عندها أكثر من 100,000 متابع على انستغرام وعلى تيك توك. كتعيش في المكسيك وعندها صالون ديال التجميل في المكسيك. نهار 13 مع جوجونس جا شي واحد للصالون ديالها كيسول فيها على اساس انه ليفرور وباغي يخلي لها واحد الباكيتي اللي جاتها من عند شي واحد كهديه. ما لقاش فاليريا، لقى الصديقه ديالها اللي خدامه معها اللي هي إريكا، ولكن ما بغاش يخلي لها داك الطرد، داك الباكيتي ما بغاش يخليها لها. قال لها على اساس القيمه ديالها غاليه وضروري خصني نسلمها مباشره من يدي ليد فاليريا. إريكا جاوبت وقالت له فاليريا ما كايناش، غادي ترجع من لهنا ساعه، ممكن تعاود ترجع عندها. منين رجعت فاليريا للصالون عاودت لها إريكا شنو وقع، وفاليريا تحمسات وتسنات وبقات جالسه كتسنى على ما يرجع هاد الليفرور. وفي نفس الوقت حلات اللايف كالعاده كي كدير ديما، حلت اللايف بدات كتعاود للمتابعين ديالها وعاودت هاد القصه كلها باللي راه كتسنى شي هديه القيمه ديالها غاليه اللي مصيفطها لها شي واحد ولكن هي ما عارفاش شكون. وفي نفس الوقت كانت كتواصل مع واحد الصديقه ديالها اللي سميتها فيفيان في التليفون وفي نفس الوقت في اللايف. فاليريا ما كانتش مرتاحه، كانت حاسه بشي حاجه ما هياش داك النهار وكانت باغا غير تمشي، ولكن الصديقه ديالها اللي كانت كتواصل معها اللي كانت في اللايف وفي التليفون كي قلت لكم كانت كتصرف شي تصرفات سبابه. يعني كل ما قالت فاليريا غادي نمشي هي كانت كدير شي حاجه شي تصرف. مثلا في الاول ملي قالت غادي نمشي صفطت لها قهوه من ستاربكس وصفطت لها واحد نونوس على شكل نونوس صغيور غوز. فرحات بهم، منين وصلوها فرحات بهم، كتغطر بالفرحه وعاجبها الحال وكتهضر مع الناس ديالها وكل شي كيتسنى هاد الهديه اللي غادي توصلها هاد النهار. داز الوقت وباقي ما جا داك الليفرور وهي تقول لهم كي غادي نخلي لكم في الفيديو هنايا، قالت لهم بسلامه 5 دقائق وغادي نمشي بسلامه عليكم. ولكن مباشره كتصيفط لها فيفيان الصديقه ديالها اللي كانت في اللايف، صيفطت لها 3 ديال لي ميساج متابعين قراتهم فاليريا وقالت لهم فيفيان كتقول لي ما نمشيش، كتقول لي خليك بغيت نشوف وجهك. غريب. من بعد هادشي كله داز شويه ديال الوقت وهو كيوصل داك الليفرور. منين وصل دخل قال لهم شكون هي فاليريا؟ قالت له انا، ودارت ميوت لللايف. وفي هاد اللحظه جبد هذا وتيرا 3 ديال المرات، وحده جاتها هنا وجوج جاوها في الراس وماتت على المباشر وكلشي كان كيشوف اللايف. جات صاحبتها كتجري إريكا طفات اللايف ومن بعد منها اتصلت بالشرطة وجاو وبداو التحقيقات. القضية راه باقا جديدة، يلا وقعت نهار الثلاث، باقي كيحققوا. ومنين رجعوا كيشوفوا الانستغرام ديالها والتيك توك لقاو باللي ديجا لاحظت بوست كتحذر فيهم وكتقول الا وقعت لي شي حاجه خاصكم تتابعوا. الاكس ديالها اللي هو الزوج اولا الحبيب ديالها اللي كانت معاه كيشكل عليها خطر، هو الا وقعت له شي حاجه هو اللي خصهم يتابعوا. وفي نفس الوقت نايضه ضجه في لي كومونتير، لي فولورز ديالها كيقولوا ضروري خاص الشرطه تحقق مع فيفيان الصديقه ديالها اللي كانت معها في اللايف، حيت هي اللي كانت شداها باش ما تمشيش. يعني بداك لي كادو اللي صيفطات لها، بداك لي ميساج، يعني كانت مصره انها تبقى في الصالون ما تخرجش. الصراحه هادشي ولا كيخلع التيك توك ولا كيخلع الشهره ولات كتخلع. الا ما قتلاتكش تسديك للحبس. الله ينجينا وينجيكم والله يرحمها مسكينه. وما كراش تخليو لي التعاليق ديالكم شنو بان لكم في هادشي.